السلام عليكم. تعرف ان في بقيع موجود هنا في مصر زي البقيع اللي موجود في المدينه المنوره؟ زي ما بقول لك كده، في بقيع هنا في مصر مدفون فيه حوالي 5000 من اشهر الصحابه اللي كانوا عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم اللي من اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. القصه بتبدا عندي ما قرر عمرو بن العاص يجي يفتح مصر في الفتره من 20 هجريه ل 21 هجريه. ساعتها عمرو بن العاص دخل في حروب شديده جدا مع الروم، كان اهمها احدى الحروب اللي كانت في صعيد مصر، في منطقه اسمها منطقه البهانسه. في المنطقه ديت قرر عمرو بن العاص انه يخش اشهر الحصون بتاعه الروم اللي كانت عند منطقه بهانسه ديت، وكان في حصن تاني اسمه حصن اهناسيا. الحصنين دول كانوا من اكبر الحصون الموجودين للروم في صعيد مصر. حاول المسلمين ان هم يخشوا الحصن ده بعد حروب شديده استشهد فيها حوالي 5000 من المسلمين. كان من اشهر الصحابه اللي استشهدوا في الحروب دي سليمان ابن خالد بن الوليد، عندي علي ابن عقيل ابن ابي طالب، عندي جعفر ابن علي ابن عقيل ابن ابي طالب، عندي القعقاع بن عمرو اللي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهزم جيش به القعقاع بن عمرو. كل دول من الصحابه الاجلاء اللي ماتوا واستشهدوا على ارض مصر، حوالي 5000 من الصحابه. مدينة بهناسيا دي كمان ما وقفتش شهرتها عند وجود البقيع فيها. ده كمان من اهم النقط اللي بتشهر المدينة ديت ان كان في عهد الدولة الفاطمية بيتم ارسال كسوة الكعبة بتخرج من المدينة دي. كل سنة وانتم طيبين.